كتير مننا بيشوف مواقف غريبة ومفاجآت في حياته اليومية. بعض المشاهد دي بتموتنا من الضحك وبعضها بيموتنا من الرعب. في الفيديو ده جمعت لك لقطات نادرة مستحيل تكون شفتها قبل كده، وكل مشهد هيخلي شعورك يتغير عن المشهد اللي قبله. فخليكم مركزين وامسكوا الموبايلات ويلا بينا نشوف أغرب اللقطات. هاخد من وقتك ثانية واحدة نصلي فيها على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنا حمادة حمدي من قناتي على اليوتيوب. أتمنى دعمك للفيديو بلايك واشتراك في القناة. الانفجار ده كان شكله مرعب بمعنى الكلمة، بس السواق كان محظوظ وخرج من غير أي إصابات. مشهد يخلينا نراجع نفسنا ونفتكر قد إيه الدنيا دي صغيرة. يا بخت اللي بيصوروا إن هم شافوا المنظر ده على الحقيقة. في متعة أكتر من الدوري الإنجليزي. الحمد لله إن الراجل لحقها في آخر لحظة. جبت لك ألطف صنايعي هتشوفه في حياتك. Alright, buddy, hang on. Come on. You did it. انت متخيل حجم أطنان الزيت اللي راحت بسبب ان القطر خرج عن مساره؟ دي ألطف عملية صيد شفتها في حياتي. Hey, what happened? الخوذة مش بس هتحميك من الحوادث، دي كمان هتحميك لو في طائر رخم زي ده حب يرازي فيك. الراجل ده كان قايل انه بيوصل الاوردر لاي مكان، بس شكله كان يقصدها بالمعنى الحرفي. Wow, that was cool. الحمد لله ان الموضوع ده عدى على خير، بس يا ريت ناخد بالنا من الحاجات اللي فيها ليثيوم زي البطاريات والباور بانك. المشهد ده خلاني عايز اعيط، وفي نفس الوقت خلاني احمد ربنا على نعمة المأوى اللي الواحد مش حاسس بيها. مين قال ان الانقاذ مفهوش دراما؟ في العاصفة اللي حصلت في نور إستر، المنقذ اللي على الساحل كان مستعد يعمل المستحيل علشان يرجع الناس، حتى لو كان المستحيل ده انه يجيب هليكوبتر. مع انه كده كده خسران، بس يستاهل نرفع له القبعة. واضح انها مش هتنسى عيد الميلاد ده ابدا في حياتها. مية مرة قلنا الستات ما تسوقش، لا عربيات ولا اي حاجة تانية. No, no, lo stanno facendo per divertirsi. Passare. Dove stanno andando? Dai, entriamo per combattere.
واضح ان اللي سايق ما يعرفش ان في حاجة اسمها فرامل. الفيديو ده بيوثق لحظة انهيار برج الجرس اللي بقاله قرون واقف في الفلبين، ويعتبر من اكتر الفيديوهات اللي بتبين قوة الزلازل عاملة ازاي. يا نهار ابيض، تفتكروا مين اللي غلطان في موقف زي ده؟ هي حاجة من اتنين، يا واخدها عافية يا ما يعرفش حاجة عن السواقة. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا. بقى الكلب الصغير ده يعمل فيك كده؟ اخس. الفيديو ده اكتر فيديو هلكني ضحك. بصراحة مش عارف ده نيزك ولا شهاب، بس سبحان الله في ثانية الليل اتقلب نهار. تقريبا البقرة دي حد حط لها في الأكل حباية شجاعة. يا ستار، الحمد لله إن الشجر ده مولعش، وإلا كان زماننا بنتفرج على كارثة. مهما شفت ومهما قابلت هيفضل الكلب هو أوفى صديق للإنسان. دي أول مرة أشوف نار خضرة طالعة من فتحة مجاري. المنظر زي ما يكون جاي من فيلم خيال علمي، بس الحريقة اللي حصلت هي اللي خلت الموقف مرعب. ده ألطف عشا أنا شفته في حياتي لحد دلوقتي. الديك هنا يرجع له الفضل بعد ربنا في إنقاذ العيلة كلها. ايه يا عم الرعب ده؟ ده ماشي بهيكل عظمي في الشارع ده ولا ايه؟ بعد ما حصل انفجار ضخم في المنطقة، فتحة التهوية وقعت من على المبنى وتسببت في كوارث محدش يتخيلها. نفسي اعرف الناس اللي بتنزل تعوم جنب الكائنات دي بيجيلها قلب ازاي. اللي ينقذ كلب ويحوله من الحالة دي للحالة دي لا يمكن تلاقي قلب اطيب منه. هما طلعوا يجروا ليه؟ انا لو اتحطيت في الموقف ده هموت من الضحك. الواحد عاوز يبلبط حبة زي صاحبنا ده. But I'm obsessed. You just poke a hole in it. أشك بصراحة إنه يكون قاصد يعمل كده قدام الكاميرا، إلا لو كان مجنون ومش بايع على العربية. My car! Oh my god!
Johnny saw him the other day. He went to the right end. مستحيل الراجل ده يكون طبيعي، اكيد شارب حاجة. ودي بقى لما تبقى كان نفسك تشتغل طباخ والدنيا تجبرك تبقى حلاق. يا ريت ناخد بالنا واحنا بنجيب حلة الضغط، ويا ريت ما نجيبهاش من سوق الجمعة. غالبا دي بتبقى النتيجة لما تكون كبير وهبل. اراهنك ان الراجل ده ما بيقفش في الزحمة. الاعصار ده واحد من اشد الاعاصير اللي حصلت في التاريخ. لو عرفت الاعصار ده كان في انهي دولة تبقى انت معلم. انا لو في الموقف ده مش هعمل حاجة غير ان انطق الشهادتين. الواحد لو مربي شوية بقر زي دول هيبقى قاعد طول اليوم مبسوط وهو بيتفرج عليهم. Eh mais t'es ouf, t'aimes trop le cheddar. Arrête, eh. C'est pas parce que t'es... Eh mon sac. Mon sac. Mon sac. اهو ده الحرامي الوحيد اللي مش هتعرف تبلغ عنه. Mon sac. وده يعلمنا ما نركزش في اي حاجة غير الطريق واحنا سايقين. يا نهار ابيض، ده غزو ده ولا ايه؟ وانت ماشي في مدينة زيون هتتفاجئ من حجم الكوارث اللي هتشوفها في الطبيعة، فخد بالك من نفسك كويس. Where's the bus? Oh my god. We made it. They're alive. The bus is okay. اهي العاصفة دي لو جت بعدها مطرة كل اللي في البيت ده هيتشردوا. مش مهم انت شجاع قد ايه، المهم تكون مأمن نفسك كويس. لو وصلت لحد هنا يبقى الفيديو عجبك، واكيد لو عجبك مش هتبخل عليا بلايك واشتراك في القناة. نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. سلام.